اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير الناس الكل، على خاطر قاعدة نسجل لكم في صوت الصباح. وحبيت نعتذر على الغياب المدة تعدت، على خاطر كانت عندي بروبليم تكنيك، كنت نهبط وما نجمش ننزل فيديوهات، على خاطر معناتها كانت ثم بروبليم تكنيك، كان كي يجيو التيليكوم صلحوها باش نجمت نهبط لكم هذه، باش نهبط زوز طواول ورا بعضهم ونزيد وين يهبط الفيديو هذا نكمل الاخر زوز طواول مع بعضهم هكاك يصير إكيليبر. هذه الطويلة متاع النهار الرابع من رمضان الكريم، إن شاء الله صيام مقبول للناس الكل. واللي لاحظته إنه معناتها اللبدونات بدت تولي فابل وكل، وبحكم طول الصيام وبحكم معناها سخانة متاع الطقس. فإذا الإنسان مدعو لأنه يشرب ماكسيموم تاع سوائل في ما بين وقت الفطور والسحور، وهنوكي معناتها جوي والا اللي هو يعوض له ولا الجازوز. انا بصراحه اني ريت الجازوز على خاطر يعطل الهضم وكل، يكون الانسان نهار كامل صايم يصعب عليه عمليه الهضم. ومن بعد كي الانسان يحب جازوز ولا حاجه في السهريه يشرب على روح. هذه الطويله ولا لهنا حبيت نعمل نستعمل اللون الروج والابيض، وديما بنتي ربي هالي ربي فضل هالي قاعده تعاون فيا انا نطيب وهي تحضر الطاوله وهكاك، انا ما نترهقش وهي ما تترهقش وكل. ومن بعد تدخل تغسل المعون بتاع شقان الفطر، وصدقوني بعد لا تغسل معون شقان الفطر زيد يطيح معون واحد اخر كي تدخل الكوجين الصباح تقول لي ماما هذا مني. المعون اللي معناها يعجبك فيه إنه ما يفيش. عملت سليطة بتاعت خس وبسباس وطماطم وساعات نعمل خبز وساعات نشري باجيت. أول هام خاطر القعدة في الكوجينة برشا واحد يعطش، وثاني هام معناتها اللي ينقص على الواحد اللي على روحه الأرهاق. ومنه مرة خبز في الدار، مرة كسرة، مرة خبز في الفور، مرة ومرة واحد يشري من برا باش ينجم يواصل الصيام تاع الشهر كل، خاطر شهر طويل وكل. هو بركته صحيح، لكن الإنسان يلزم يعطي الروح وسيوفه باش ينجم يكمل الصيام على طول وكل. لاحظت خرجت البارح لاحظت اللي معناتها الشوارع التونسية بدت العباد بدت تخرج، بالرغم هو النص الأول من الشهر الكريم بدت تخرج. منيش أنا اللي نلاحظ فيه إنها معناها مسخانة كل، ما زالت المحلات التجارية مشي قماش وكل، كان البقعات القهاوي ولا بقايع الماكل وكل. مي العباد تخرج يعني باش تفرهد على الرواحة وباش النسمة هذيك اللي يلقوها البر، على خاطر نحسوا الطقس كأنه صيف مش واحد. عملت مع السلطة هذيك، عملت مكرونة بالصلصة بالدجاج وهذيك الصوص متاعي. ديما اللي الحاجة نطيبها يبقى لي منها فطور الأولاد وكل، يبقى لي كما غدوة كأني معناها عايشة نهار إفطار، على خاطر بالنسبة لهم هما الوجبات ثلاثة قارة. فإذا نقرب حسابي من الليل باش ما هما ما يجوعوش، وباش ما ترسليش ندخل كوجينة دوبل من شقان الفطر. ديما نعمل كونتي زيادة باش تبقى لهم هما، وهكاك ما يصيرش لا إسراف لا تبذير. وكل يوم ويوم، وباش ما خاطر الماكلة لاحظنا ساعات حتى كي تبقى لي معناتها حاجة ما تتاكلش ونسخنها ونحطها في شقان الفطر هذاك كي ما تاكلتش في وقتها ما تتاكلش. فاذا نعمل اللي حاجتي به من غير ما اكثر على الكونتيتي اللي لازمتني. وهذاك خاطر مش كيما في سيور الايام، كيما الشهر الفضيل عنده شهواته، وعنده الانسان يدخل معناها باش يشغل الفطر ديجا معناها يحس ريقه شايح وكل، يلوج ديما على السوائل الحليب وجي ولا اللي هو. ومن بعد هذيك ساعات حتى الربا برانسيبال نحطه ما يتاكلش، كان من نسخنه ومن بعد نعاود نسخنه في الليل وكل شيء، باش الانسان وقتها يكون لبدا خذا كفايتي من السوائل ومعناتها وينجم يهضم الماكلة هذيك. ميكي الربا برانسيبال والشرب والبريك مع بعضهم ما ينجمش. هذيك الشمنكة عملتها النهار اللي قبلها، وكنت ترجعوا للطاولة اللي قبلها عملتها وصدقوني ما تاكل منها حتى شيء. عاود حطيتها وما تاكلتش، على خاطر كما كنت نقول لكم حاجة ما تاكلتش في وقتها ما تاكلش. هذه سلطة بلانكيت تاكلت الكل، هذيك ما بقى منها حتى شيء، على خاطر الشويح نحسها مرغوب فيهم تلك سواء من الكبار والا من الصغار. مي الحاجة اللور مازالت الانسان ما ينجمش يهضمها.
أنا لحد الساعة ما طيبتش ملوخية، ما عملتش كسكسي، ما عملتش حتى اللوبيا عملتها كان بالدجاج، على خاطر ما زالت الحوايج اللور ما زالت من بعد نتصور في الآخر ساعات الواحد يستغنى حتى على الشوربة ما عادش يطيبها، يولي يدخل معناها d'entrée في repas principal ويتاكل، على خاطر البدن يتعود مش كيما البريود الأولانية يكون معناها واجد صعوبة في الهضم. وبعد شقن الفترة هذيك كويستي لا غنى عنه كعبات مقروض عملتهم للسهرية، وديما النسكافيه كيف كيف. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، صحي نحلو كيف هكاكا كل يوم ويوم. ديما الإنسان يجدد الجو معناه يفرهد نفسه كل شيء. ومن بعد باش نوريكم الطاولة متاع النهار اللي قبلها، هذو نهارين في جرة بعضهم. ما حبيتش نفوت عليكم حتى لحظة من اللحظات بالرغم الانترنت عملتها فيه، لكن اتصرفت اختصرت باش نعيشكم اللي معناها نعيشوا في كل شقان فطر. هو تطيب واحد مي كل نهار ونهاره وان شاء الله يا رب قدمها نعمة وحفظها من الزوال. وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي فضلا وليس امر، ندلل عليكم اخواتي في الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. وابري باش ننتقلوا للطاولة الاخرى. نستغفر الله ونتوب إليه. إن شاء الله يا رب يتيسر عليكم الصيام وقيام الشهر الفضيل، على خاطر هو أكثر بركة. هذه الشمنك اللي عملتها في الطاولة اللي قبل هذه وريتها لكم، حطيت منها من بعد وما تاكلتش كلها خاطر نحسها رزين وكل. أكثر شيء وإلا راس وإلا هرقمة ما يتاكلش. حتى كي نتذكر حتى كي نصوموا في الشتاء ما يتاكلش. كعيبات بريك، هذه الطاولة متاع النهار اللي قبلها. بيري بطاطا، عندي فيه بيري بطاطا وعملت فيها سلطة فجل وطماطم. وش ممكن نحكي لكم عليها، وشوربة عملتها وقتها، شوربة الكروفيت وكل شيء. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. المهم هون كل يوم ويوم، والتبديل الروتين وتبديل الجو كل شيء. لهنا الأولاد يستنوا في شقان الفطر إن شاء الله. رمضان مبارك علينا وعليكم الكل. واللي ما بداش يشري في لبسة العيد لوليداته، هوني فرصة باش يبدأ من كل مرة يشري حويجة باش ما بعد ما يكثرش عليه الشارجة. خاطر تيجانا لاحظت كي خرجت البارح لاحظت اللي الشوارع معناها في الليل مزدحمة شوي، فما بالك من بعد وتولي الأسعار تزيد وكل. لكن الإنسان كي يخطف كل مرة حوايج يحطها أكوتي ما يترهقش تلك سواء ماديين وإلا معنويين. هذيك المملحات المملحات لا غنى عنها في الشهر الكريم، على خاطر بالحق كيما البريك ولا الشرب ولا حاجة المملحات ساعات حتى كي تحطها في الطاولة وما تاكلهاش عاد ديجا عندها الجو نتاعها وتحل الشاي وكل. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. نستغفر الله ونتوب إليه. اللي عنده وليدات في الشهر الكريم يحسوا ببركته، وساعات كي معناه يبدأ يكثروا من الدخل والخرج الكوجيني يقلقوا شوي بالحس وكل، سورتو تكون الأم صايمة وكل. لكن الواحد يحاول يتحمل شوي. ومن بعد أنا لاحظت بعد الواحد يشق الفطر ويشرب قهوته للمدمنين كافيين وكل. بالحق معناتها ربي يكون في عون الناس كل، فما بالك بالمدخن وكل. لكن هو جه